هاد البريوش كتشمي ريحته من راس الدرب. القشور ديال الليمون والعصير ديالو كيجيو منكهين ومعطرين بواحد الشكل خاطر. اما المذاق ما نعاودش لكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. غادي ناخذ واحد الكسعه ندير فيها معلقه كبيره ديال الخميره، كاس لارو ديال الحليب، نص كاس ديال العنبه ديال السكر. صافي غادي نحركهم مع بعضياتهم ونخلي داك الخميره تفاعل واحد شويه. غادي نزيد لها نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، بيضه. غادي نعاود نخلط داكشي وغادي نزيد القشور ديال الليمونه تكون كبيره برتقاله. وغادي نزيد الدقيق شويه بشويه. المهم المره الاولى غادي ندير غير شويه ونحرك ونضيف واحد كاس لارو بحال هكا ديال العصير ديال الليمون. المهم هاد البريوش كيجي هائل. صافي غادي نكمل كميه ديال الدقيق، غادي ندير مليحه والخماره ديال الحلوه. صافي كنجمع عجينه اللي كتكون خفيفه واحد شويه بحال هكا، غنخدمها بحال الطريقه ديال السفنج. المهم كان خدمته هكا بعجينه يدويه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الروبو. صافي كنجمع داك العجينه، غادي ندهنها بزويته ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد غادي نقص